صباح الخير. بما اني لسه صاحيه الصبح ونازله الكليه، تعالى اقول لكم ازاي تصحى بدري بما اننا داخلين على شتاء وحرفيا بنبقى لازقين في السرير. تعالى اقول لكم انا بعمل ايه عشان اعرف اصحى بدري وكمان قبل الميعاد بتاعي بساعه وساعه. اول حاجه هي الروتين، انك تنام في وقت معين وتصحى في وقت معين، والاهم انك تثبت ميعاد نومك. حدد ساعه معينه تنام فيها وحدد ساعه معينه تصحى فيها، وحتى لو مش عاوز تنام اطفي موبايلك وادخل نام، وحتى لو مش عاوز تصحى بس اضغط على نفسك اسبوع وبعدها جسمك هيتعب. مش بقول ان الموضوع بعد كده هيبقى سهل، بس بقول الموضوع هيبقى اسهل. بصوا مفيش حاجه في الحياه دي سهل، ما تحاولش. تاني حاجه اعمل روتين بتحبه اول ما تصحى، ودي حاجه انا كنت بستعملها في ثالثه ثانوي ولسه بعملها لحد دلوقتي. انا بكون مبسوطه جدا لما بعمل نسكافيه اول ما بصحى واقف في البلكونه، بحس ان ده الوقت اللي ما بيكونش فيه اي حد صاحي وبعرف اخد نفسي كده واحده واستعد لليوم. فدي حاجه انا بكون متحمسه جدا ليها من قبل ما انام بالليل اصلا. فشوف انت بتحب تعمل ايه واعمله اول ما تصحى عشان تبقى متحمس انك تقوم تعمل. تالت حاجه بلغ جسمك انك صحيت. انا عارف ان انا صحيت بس جسمي عارف منين، فلازم تكلم جسمك تقول له احنا صحينا. طب وده تعمله ازاي؟ ان انت تاكل حاجه، في ناس ما بتحبش تاكل اول ما تصحى. ان انت تشرب حاجه، في ناس ما بتحبش تشرب اول ما تصحى. ان انت تشوف الشمس، ما تقعدش في نفس الاوضه اللي انت كنت نايم فيها وعينيك ما تشوفش الشمس وتتوقع ان جسمك يفهم انك صحيت، لا هيفضل نايم. رابع حاجه حاول على قد ما تقدر انك ما تقعدش في نفس مكان نومك، يعني حتى لو بتذاكر في اوضتك حاول تطلع تذاكر في الصاله. خامس حاجه ودي المفروض حاجه اساسيه كلنا بنعملها بس يعني هقول لكم عليها، ان انت ترتب سرير، لان في ناس بعد ما بتصحى بترجع تنام، فلما تبص على سريرك وتلاقيه مترتب انت مش هترجع تنام تاني اعتقد. يعني في بس كده.